السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم تكونوا مزيانين وبخير وعلى خير انتما والاهل ديالكم، تكونوا ديما ربي معاكم وديما ان شاء الله سعداء. أه اسمحوا لي بزاف طولت عليكم هذه الغيبه، ولكن غير بسبب المرض. دعوا لي بالشفاء ان شاء الله، ربي يشافيني ويشافي كل مرضى المسلمين. في فيديو اليوم راح نحكي على قصة بعنوان تزوجت زوج خالتي وانتقمت منه. هذه واحد راح نحكي بلسان واحد السيدة اللي كانت تحكي قصتها. كانت تقول باللي كنت عايشة أنا وخالتي وجدتي بعد ما توفى الجد ديالي. بقينا حنا بوحدنا ساكنين في الدار. طبعا الام اللي كانت والده هاد البنت كانت طلقات بها وهي صغيره، ومشات لواحد المدينه بعيده وتزوجات وولدات وعاشت حياتها، بينما الجده هي اللي ربات ليها بنتها. بحكم ان كانت عندها بنتها الصغيرة، كانت فرق ما بين البنت وخالتها تقريبا واحد 4 ولا 6 سنوات. المهم كبرات البنت وقرات ووصلت لين الباك. وخالتها كانت مجازة، لكن كانت ديما كتمشي كتعلم الطرز والخياطة والفصالة، وكانت عندها الهواية بزاف ديال تخيط اي حاجة. من بعد اقترحت عليها امها انها تخرج وتشوف ليها خدمة مادام هي عندها ديك الموهبة، وانها درسات وخدات الدبلومات ديالها، انها تخرج تشوف ليها شي شغل. فهي فكرت قالت لها لا، انا ما نقدرش نشتغل عند شي حد، بحكم انها طيبة كتير وما تقدرش تستحمل ان شي حد يعلي صوته عليها. ولا انتو عارفين شي حد كيشتغل عند شي حد يقدر شي يوم يغلط فيه، وهي كانت ما كانت طيبة. هي عارفة ان الناس راح يقدروا يستغلونها، يقدروا يعملوا في اي حاجة. المهم امها عندها شي حاجه ديال الفلوس وهاد، ففتحت لها واحد المحل اللي هو كتير صغير. وفاش فتحت وليها بقات كتخدم فيه آه، تخيط البيجامات، تخيط اي حاجه كتخيطها وكتبيعها، وصاروا عليها الزبائن كتار. من بعد فتحات محل كبير، ونفس الشيء صاروا عندها زباين كتار، بحكم الاتقان في الخدمه ديالتها والمعامله ديالتها الطيبه مع الناس، وكلشي الناس كانوا كيبغيوها. كان ديما كان عليها الزحام في الخدمه ديالها. فجمعات من الخدمه ديالتها وعملت مصنع وشغلت عندها البنات، وصارت الخدمه ديالها زعما مزيانه وكتخدم وديما عندها الكليان. تعرفات على واحد الشاب وسيم كتير ويشتغل أستاذ. تعرفات عليه فترة بسيطة، ومن بعد تقدم لها للزواج. كانت غادي تطير بالفرحة، فرحات بزاف ان داك السيد وسيم واستاذ، وراح يسكنها وحدها، وراح يوفر لها كل شيء اللي هي محتاجاه. فقبلات ودارت العرس وفرحنا ليها وكل شيء، رغم اني انا كنت كنشوف هذاك الانسان ما كانش دخل لي لخاطري. هذا اللي تزوج خالتي ما كانش دخل لي لخاطري، ما عرفتش، لكن ما عرفتش شنو السبب، رغم انه ما كيبين لنا والو.
صافي تزوجات بيهم، مشات خداتو وهي حتى هي ما نقول لكمش حتى هي زوينه، دايره بحال شي ورده مفتحه. اول حاجه شرط عليها بعد ما تزوج بها وداها للدار، قال لها غتبقى في المصنع ديالك وما غاديش تبقاي تمشي ليه وغادي تقفليه. وفعلا بقى على حتى قفلاتو وجلسات في الدار. من بعد هذا الشرط اللي وافقات عليه، جا الشرط الاخر قال لها ممنوع تمشي عند امك وعند بنت اختك لدارهم الا بغاوك يجيو عندك. ومسكينه ما بقاش كتجي لعندنا نهائيا وما كتعرفش الدار كيفاش دايره ولا تحط فيها رجلها. ولينا حنا انا وجدتي اللي كنمشيو نزوروها مره كنلقاوها ديما حالتها باينه عليها باكيه. وفاش كنسولوها كتقول لنا لا ما كاين حتى شي حاجه، انا هانيه ما عندي لا مشاكل لا والو، انا بخير، انا ما نقصني والو. ولكن انا كنحس باللي فيها شي حاجه، ومع ذلك كنقول راني غير كان احساسي. لو كانت شي حاجه كانت قالت ما كانش غادي تخبي علينا. كنت ما عارفاش الحقيقه ولكن حاسه وكنكذب الاحاسيس ديالي. بعد حملات وولدت بنيه، ديك البنيه شحال زوينه كنت كنحماق عليها. صافي كنمشيو عندها من بعد ما ولدت عاوتاني كنلقاوها ضعفت وصفارت وصارت حالها كتخوف. يعني تحولات من وحده لوحده اخرى، ما بقاتش هذيك خالتي الزوينه، خالتي الورده الفتحه، خالتي صارت اللي شافها كيخاف بحال الهيكل العظمي. صارت و بحال اللي مسجونه، بحال اللي ما كتاكلش، بحال اللي. ولكن حنا فاش كنمشيو عندها كنلقاو الخير موجود من ناحيه الماكله، من ناحيه كلشي كتحطوا لينا كلشي. هزيناها وديناها للسبيطار. ومن بعد ما طلعوا التحاليل واكتشفنا انها فيها مرض خطير اللي مرض مميت. من بعد ما عاشتش بزاف، يعني شحال من شهر وماتت الله يرحمها. كنا غادي نتسطاو عليها فاش ماتت، لان حتى شي حاجه ما غادي تعوض لنا خالتي كانت واحد الخاله اللي فيها خالتي، فيها امي، فيها اختي، فيها كل شيء. ايوا حنايا دفناها وصبرنا وبقينا كنمشيو مره عند البنيه كنشوفوها عند جدها اللي شادها وما قادراش تشدها لانها مرا كبيره وما قادراش على تربيه طفله صغيره و حسينا بها بحال اللي ما قادراش عليها. وطلبنا منها انها نجيبوها عندنا مره تجلس عندنا ومن بعد نرجعوها لها، فهي رفضات. قالت لنا لا، خاص ولدي يتزوج ويجيب مراه هي تربي هاد البنيه. المهم بقى فينا الحال بزاف فاش قالت لنا ولدي غادي يتزوج، رغم ان حقه يتزوج، ولكن خفنا بزاف على هذيك البنيه لا تجي شي وحده وتكرفز عليها. صافي وجينا في حالنا. من بعد يومين تبعاتنا وجات لعند الجده ديالي وجات تخطف فيا وقالت لها انا كنشوفها انها متعلقه بزاف بالبنيه وكتبغيها، وفاش كتبغي تمشي فحالها كتبقى تبكي عليها وكثير متعلقه بها. انا مكرهجاش هي تزوج بولدي. جدتي على طول وافقت وقالت لها موافقه وما نزيدكم غير الخير. لكن جات قالتها ليا بديت كنغوت، قلت لها لا وما يمكنش نتزوج ونجي في بلاصه خالتي، ما يمكنش، لا، وهذا هو النهار اللي ما عمره يكون ومستحيل وبزاف د الحوايج اللي هذيك الساعه جدتي فقدت اليأس من انني نقبل نهائيا. ومشيت وبقيت كنفكر لكن ما خديت القرار
بعد اسبوع يوميا وانا كنفكر، ولقيت انه فعلا خصني نمشي نتزوج باش نربي هذيك البنيه وما تجيش شي وحده تكرفس عليها وتعذبها. من بعد اسبوع جيت عند الجده ديالي وقلت لها انا موافقه. كانت جدتي صدمه كبيره، تصدمات اني كيفاش كنت كنغوت، كيفاش كنت كنقول لها مستحيل، ودابا جايه ببرود وجايه نقول لها انا موافقه. فتصدمات. المهم عيطت لها ديك الام الاستاذ، قالت لها راه بنتي موافقه. ايوا تزوجنا ومشيت لعندو، وتعرفوا اول شهر داز مزيان، من بعد شال القناع ووراني وجهه الحقيقي، ولا كيجي معطل، ولا يهضر مع البنات اللي قراو عنده بنات قصيرات قدامي في التليفون وانا كنسمع. فكرت شنو غادي نعمل معاه. قلت غادي ما نتسوقش ليه نهائيا ونخليه اللي بغا يدير. انا اصلا متزوجه به وانا كنكرهو. انا تزوجت به غير على ود البنيته الصغيره باش نربيها. هذا هو الهدف اللي كان عندي. والهدف الثاني باش نرجع نخدم المصنع ديال خالتي ونشتغل فيه، لان خالتي قبل ما تموت كنت مره كنمشي عندها، واخا انني كنت كنقرا في الباك، كنت مره نمشي عندها وكتعلمني الصنعه، وحتى انا طلعت هوايتي الصنعه اللي كانت نفس الخدمه تخدمها خالتي. ايوا صافي بقينا على داك الحال. قلت لي نفتح المصنع ورفض. قلت لي نرجع نكمل دراستي وناخذ الماجستير، رفض. اللي قلت عليه كيرفض. شويه واللي يقول لي ما تمشيش عند يماك ما تشوفيهاش، لا بغاتك هي تجي لعندك. نفس التصرفات اللي كان كيعملهم مع خالتي بغى يطبقهم عليا. لكن قلت لي انا غير، هي لا لقيتيها ظريفه ودرويشه، انا راه ماشي بحالها، انا راه كندافع على حقي وما غاديش ديرني تحت رجليك حتى تدفني قبل الوقت. انا ماشي هي هذيك. المهم واحد اليوم مشينا كنزورو الام ديالو، كانت الله يعمرها دار واحد السيده كانت محترمه، وهنا نتلاقى مع مرات خوه، وهي بقات كتحكي معايا وهي تحكي لي على خالتي. قالت لي راه كان كيضربها، وكانت ما عندهاش لمن تشكي غيري انا. كانت كتقول ما نحكيش لامي وما نحكيش لبنت اختي وما نعصبهمش، ما نزيدش عليهم، وكانت ما كتحكيش لكم، انما راه كان كيوصل حتى للضرب، كان كيضربها، كان كيهينها، كان كيهضر مع البنات قدامها، كان كينقص عليها المصروف، بحال بغات تشري شي لبسه ولا شي حاجه ما كيعطيهاش، كان كيسد عليها يدخل بالساروت يخرج بالساروت، كان معذبها العذاب الشديد وهي ساكته حتى جابتها في راسها. المهم وهي مرات خو كتحكي لي داك الكلام بحال اللي كتخش فيا السكين في القلب. قلبي خرجت من عندها وقلبي مكسور. انا كنت شاكه وهي زادت اكدت لي ان داك الشيء فعلا كان كيديرو لخالتي، وانا فعلا تاكدت لان نفس الشيء صار كيطبق معايا. حتى انا صار باغي يدخل بالساروت ويخرج بالساروت ويقفل عليا، وصار ما كيعطينيش حتى انا المصروف باش نشري الا تشهيت شي جلابه ولا شي كسوه ولا شي ساعه ولا مكياج ولا هذا، ما بقاش كيعطيني نهائيا. لكن كان باقي ما وصلش لمرحله الضرب انا باش يضربني. ايوا جيت عاوتاني من عندها، ويهز التليفون ويهضر مع البنت ويضحك عليها ويتفلى عليها ويقول لها كنبغيك، والبنت تقرا عنده وانا كنسجل وعاوتاني نهار الاخر يهضر مع واحده اخرى بسميه واحده اخرى وانا نسجل فيه. ايوا حتى جمعت ليه دواسيه كلهم. ايوا جيت قلت لها مولاي غادي تخليني نفتح هذاك المصنع ونترزق الله، بما انك حبستي عليا المصروف
ايوا كتصرف غير الماكله والشريب والباقي. ايوا صافي هنايا هو يرفض وهز يدو بغا يضربني وانا نشدها ليه وقلت ليه شوف انا راه ماشي خالتي. ايوا هنايا هو يتراجع وقلت ليه الا ما خليتينيش نفتح المصنع انا غادي نهدك، راني دايره لك تسجيلات وغادي نفضحك. مشى هو هنايا عمر واحد السطل ديال الماء كبير ويجيب لي راسي ويغطسني فيه حتى نتخنق ونقطع التنفس ويهزني عاوتاني ويعاودها ليا وضربني ونتفني وتعدى عليا مزيان وخاد لي التليفون ومشى خرج وسد عليا بالساروت ودا الساروت. انا صبرت وكملتها في قلبي وسكت وقلت ليه والله لا بقات فك وخليته حتى جا ودخل ودرت مرضنا ما عنده باس وسكت وخليته حتى نعس وهزت البنيته وخرجت في الليل ودقيت على الجيران شدوا لي طاكسي في الليل ومشيت عند الوالده. ديجا انا كنت مخليه عندها تسجيلات في تليفونها ومشيت لخدت ليه ديك راريت به ووريته متصاور اللي عنده في التليفون ومصور مع البنات وفضحته مزيان. تما هما جاو شدوه ولقاو فعلا عليه الدليل صحيح وشدوه في الحبس. وطبعا خدمته مشات ليه وانا خديت البنيه ومشيت فتحت هذاك المصنع ديال خالتي. شويه جدتي اقترحت عليا اقتراح اننا نبيعو الدار ونرحلو من تماكين ومشيت للمدينه فين ساكنه الوالده ديالي اللي هي الام الاصليه وساعدتني الله يجازيها خير وشرينا تماكن واحد المحل درتو مصنع وخدمت ما شاء الله وجاوني زباين وخدامه اكثر من المكان الاول اللي كنت فيه وخدينا سكن وعايشين مرتاحين وبخير ومعنا البنيه الصغيره بحكم انه هو قضى المده ديال السجن وكملها وخرج وما بقاش في الوظيفه ديالو فما قدرش يربي هذيك البنيه وخلاها ليا وما كيسولش فيها نهائيا وسامح فيها وبقينا عايشين حنايا بثلاثه انا وجدتي والبنيه الصغيره. وهذه هي قصتي قصه اليوم ان شاء الله تكون عجبتكم واستفدتم منها. ان الوحده المغزى من هذه القصه ان الوحده فاش تزوج تدافع على نفسها وما تعيش في الذل وتحكي لعائلتها اشنو كيوقع لها باش يقدروا يساعدوها. انها الا كمدات في قلبها غادي يجي النهار اللي غادي تموت فيه وهي واقفه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.